وآل محمد. مسألة فقهية إذا ذكرتم الالتحاق بصلاة الجماعة. إذا جاء الإنسان متأخرا عن صلاة الجماعة والإمام قائما فله عدة صور في الالتحاق بالجماعة. فأول الالتحاق إذا افترضنا أنه موجود في بادئ الأمر والإمام نوى النية وكبر، لا يمكن للمأموم أن يكبر قبل الإمام، فيجب أن ينتظر ويسمع، أو اللي في الأخير ما يسمع يأتيه النداء تباعا واحد ورا الثاني إلى أن يصل إليه فهو يقول الله أكبر، أيضا يقول الله أكبر قبل الإمام. هذه نقطة مهمة جدا. والنقطة الثانية أنه لا يمكن، وهذه مسألة في غاية الأهمية، لا يمكن للمأموم أن يسبق الإمام في الحركات. يعني الإمام لما يهوى إلى الركوع لا يمكن أنت أن تهوي إلى الركوع قبل الإمام، يجب أن تنتظر حتى يقول الإمام الله أكبر ويهوي إلى الركوع، أنت بعده تأتي إلى الركوع. وأيضا عندما الإمام ينتصب يكون واقفا يرجع يقول سمع الله لمن حمده، أنت بعدين يلا تقول سمع الله لمن حمده. راح الإمام للسجود، أيضا أنت تروح للسجود بعد الإمام وتنتظر إلى أن يقول الإمام الله أكبر، تعرف أنه هو رفع نفسه من السجدة وتنتهي. لو افترضنا أنه أنت ما تابعت الإمام بالشكل الصحيح، كل ما تسبق الإمام بالحركات تصبح أنت مصلي فرادى. وخصوصا أهل الصف الأول من أمثالي كل يعرفون أنه يابد لابد أن لا تسبق الإمام بالحركات، ولو تأخرت عليه أو تقدمت عليه بالحركات يجب عليك الرجوع إلى الخط الثاني حتى أنت تصلي فرادى، ولا يكون فاصل بينك بين الخط الثاني وبين الخط الأول، لأنه تبطل صلاة الجماعة في جهة معينة، جهة اليمين أو جهة اليسار اللي أنت ملتحق بها. إذا كان بجهة اليمين فصلت الخط الأول فاصل بين الجماعة الأولى، بين الجماعة اللي بعدك وبين الجماعة اللي أنت صرت فاصل بينهما. فيجب أن ينتبه المكلف